السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ شايفين الفطير؟ بجد والله شكله يفتح النفس، والله طعمه بقى حكاية. توريقة غير طبيعية، ومسوية في فرن البوتاجاز. شايفين التسوية؟ ما شاء الله تحفة. وهعمله بطريقة سهلة جدا، طريقة فرد سهلة قوي. على طول بعد ما هتشوفي الفيديو هتقومي تعمليه بأي نوع سمنة عندك أو زبدة. هتقومي تعمليه بطريقة سهلة وبسيطة، بطريقة فرد بجد ما شاء الله تحفة. في دقايق كده معدودة هنكون مخلصينه، وهقول لك كل الخطوات اللي تخليه طري معاكي ويبقى باللون اللي انت شايفاه ده. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معايا حوالي كوبايتين ونص مية دافية، حطيت عليهم معلقة كبيرة سكر ونص معلقة صغيرة ملح، وهدوبهم في المية كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا كيلو دقيق أبيض لجميع الاستخدامات. لو هتجيبيه دقيق مغلف يبقى مكتوب عليه دقيق لجميع الاستخدامات او لجميع الاغراض. لو انت عايزه تجيبيه دقيق سايب ممكن تجيبيه من عند المخابز اللي هي اللي بتعمل الفينو. بتقولي له انا عايزه دقيق للفطير. خلاص انا مستخدمه ماركه الاهرامات. نزلت بقى بالميه الدافيه على معلقه سكر ونص معلقه صغيره ملح، وحطيت الميه على الدقيق. طبعا مفيش مقدار معين للميه، على حسب ما الدقيق بياخد معانا بنحط له. انا كنت معايره حوالي كوبايتين ونص ميه. الكيلو الدقيق بياخد حوالي من كوبايتين ونص ل3 كوبايات الا ربع، على حسب نوع الدقيق. واقولك بقى على خطوه حلوه قوي، ما تخليكيش تقعدي وقت كبير في العجين الفطير. بعد ما بنعجنه 5 دقايق كده ريحته 3 دقايق، 3 دقايق بس مش اكتر. تريحيه وبعد كده هتعجنيه 3 دقايق كمان، هتكوني لقيت العجينه خلاص معاكي لمت وبقت بالشكل اللي انت شايفاه ده. اعجنيه بس 5 دقايق كده او اقل من 5 دقايق. بعد ما تتوهي الدقيق سيبي العجينه 3 دقايق ترتاح. بعد ما ترجعي تعجني فيها تاني هتلاقيها بقت طريه وبقت بالشكل اللي انتوا شفتوه معايا ده. هتعجنيه تاني بعد الخطوه الاولانيه. بعد ما تريحيها تعجنيه 3 دقايق بس. غطيتها بقى وسبتها حوالي نص ساعة ترتاح. اهم حاجة كل ما تريحي العجينة كل ما هتريحك في الفرد. سبتها حوالي نص ساعة، ولازم طبعا نغطي العجينة عشان ما تنشفش. جبت بقى رشة دي حيطة كده على الرخامة، ممكن تعملها على طبلية او على ترابيزة. جبت بقى العجينة وهفردها بالشكل ده كده العجينة كلها. ميزة معلقة السكر اللي بنحطها في الفطير بتخلي طعم اللقمة نفسها كده مسكر وحلو، وبتديله لون حلو قوي من تحت ومن فوق زي ما شفتوه معايا في اول الفيديو. جبت بقى العجينة وفردتها زي ما انتوا شايفين كده. في الاول عملتها بايدي وبعد كده هفردها بالنشابة. قد ايه الطريقة دي سهلة وبسيطة وسريعة. لو نفسك في الفطير على طول بعد الفيديو ان شاء الله هتقومي تعمليه وهينجح معاكي. اهم حاجه نرفع العجينه من تحت كده عشان ايه لو لزت في الرخامه ولا حاجه نحط لها رشه دقيق. يا ريت بقى لو انت اول مره بتشوفي قناتي ومش مشتركه تنوريني باشتراكك وتعملي لايك للفيديو ومشاركه مع اصحابك وحبايبك. فردتها كده على شكل مستطيل، وبرفع العجينه برضو كده واحط دقيق من تحتها عشان ما تلزقش مني. ادام العجينه مرتاحه معانا بتتفرد على طول. بعد ما فردتها بقى بسمك حوالي اقل من نص سنتي كده، مش عايزاها تكون رقيقه قوي. هنجيب بقى الزبده. جبت معلقه كبيره كده مليانه من الزبده، دي زبده فرن، وحطيت عليها برضو حوالي 100 جرام كده من الزبده البلدي، وقلبتهم مع بعض كده كويس. ممكن لو عندك زبده نوع واحد بس، لو عندك زبده فرن ممكن تعملي بيها. عملتها معاكم برضو قبل كده كان طالع تحفه. ممكن تحطي سمنه مع الزبده. هو الكيلو دي بياخد حوالي 200 جرام سمنه مش اكتر، فانت على حسب اللي عندك اعملي بيه. لو عندك اي نوع سمنه اشتغلي بيه عادي خالص.
مفيش فيه اي مشكله، بس ما تكونش سمنه بقالها كتير مركونه عندك ويكون لها ريحه. خلاص كده الماده الدهنيه الموجوده عندك اعملي بها الفطير، سواء سمنه او زبده، واي نوع زبده عندك، اي حاجه. لو ما عندكيش زبده بلدي ممكن تعملي كريستال، زبده جنه، فرن، اي نوع موجود عندك اشتغلي بيه. هي بصراحه الفطير بيتعمل بالزبده بيبقى احلى. ليه بقى؟ لان الزبده بيبقى فيها نسبه سوائل، فبتعمل توريقه حلوه قوي للفطير، وكمان بيبقى خفيف في الاكل، ما بيتعبش زي السمن. بس انت على حسب الموجود عندك. دهنتي بقى كل العجينه بالشكل ده كده بالزبده زي ما انتوا شايفين. حطيت طبقه عليها حلوه كده، وبعدين هلفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عادي خالص، لو انا لازقه بسيط بنسلكها بايدينا. شايفين ما شاء الله العجينه لينه معايا قوي. تتلف معايا بكل سهوله. اهي لفتها بالشكل ده كده. خلاص كده لفتها. انا هعمل بقى كيلو دقيق لفطيرتين كبار. انت لو عايزه تعملي 4 فطاير او 5 فطاير زي ما انت عاوزه. شايفين التوريقه؟ خلاص كده انا هعمل الكيلو بفطيرتين كبار. ممكن تقدري تقطعي بقى زي ما انت عاوزه، تعملي من 5 فطاير ل6 زي ما انت عاوزه. ممكن تعملي الكيلو دي ده بنفس الطريقه لفطيره واحده. ايوه فطيره واحده تكون كبيره. فزي ما انت عاوزه حجم الفطيره، او على حسب الصواني اللي موجوده عندك بتعملي حجم الفطير. خلاص بقى كده جبت صينيه عملت فيها مسحه زيت من تحت ومن فوق كده على الفطير، وبعدين هسيبه يرتاح. كل ما العجينه ما ارتاحت معاكي هيتفرد معاكي وتورق وتديكي احلى نتيجه وتاكلي احلى فطير. اهم حاجه نسيبها ترتاح وقت كويس. غطيتها برضو وسبتها حوالي نص ساعه، وجبت بقى ايه معلقه زيت كده على الرخامه. طبعا بعمله بسيبه بيرتاح، ما بقفش جنبه ولا بقعد، لا بروح بشوف ايه اللي ورايا برضو في الشقه وكده، وكان ورايا شغل كتير. على ما العجينه بترتاح بايه بخلص برضو الشغل اللي ورايا في الشقه. هفردها بقى بالشكل ده كده. شايفين العجينه دام مرتاحه معايا زي ما قلت لك بتتفرد بكل سهوله. كيلو الدقيق بياخد حوالي 200 جرام من الزبده او السمنه، ما بياخدش كميه كتير ولا حاجه. والكميه اللي معانا ديت هتكفي لحد اخر لما نيجي نسوي الفطير. فردتها بالشكل ده كده، وبعدين هجيب مسحه من الزبده واحطها في قلبها بالطريقه دي كده، واوزع على العجينه كلها. وبعدين هطبقها بالطريقه دي كده، تطبيق كده عشوائي. اهم حاجه نوصل لشكل دائره او لشكل سره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اللي انا بلمه ده كده ما بنسيبها ترتاح بيلحم في بعضه. بعملها بشكل مدور كده وبسويها، ونسيبها دي اخر مره نسيبها ترتاح. هجيب التانية برضو اعملها بنفس الطريقه. بفردها الاول بايدي، وبعد كده ايه بجيب النشابه بتسهل عليها على طول. دي النشابه بتاعت امي بحب اعمل بها على طول لانها ايه خفيفه كده وبحب اعمل بها. جبت مسحه من الزبده بسيطه وبمشي على العجينه كلها. وتكوني الزبده تكوني خارجاها من التلاجة وتكون بدرجه حراره المطبخ عشان تتفرد معاكي بكل سهوله وما تاخدش برضو كميه كبيره معاكي. وهطبقها بالطريقه دي كده. واهم حاجه نغطي العجينه علشان وشها ما ينشفش.
خلاص كده غسلت بقى الرخامة وسبتها ترتاح، وبعد كده جبت الصواني بتاعتي، حطيت فيها مسحة زيت، وبعدين نفرد العجينة بتاعتنا. شايفين العجينة ما شاء الله مقدام مرتاحة بتتفرد على طول. اهم حاجة بقى وخطوة مهمة ان انت ما ترققيش الفطيرة او في الصينية. يعني لو انت جايبة صينية كبيرة مش لازم نملى الفطيرة في الصينية كلها، على حسب حجم الفطيرة نفردها. مش عايزين الفطيرة تكون رقيقة، لانك لو خليت الفطيرة مفرودة قوي ورقاتيها هيبقى الفطير معاكي ناشف. خلاص. وندهن بقى وش الفطير باي حاجة احنا عاوزينها. اخر حتة زبدة معايا هدهنها على وش الفطير. ممكن تعملي بيضة وتحطيها على وش الفطيرتين بيبقى حلو قوي. لو عندك وش اللبن ممكن تحطيه او حتة قشطة، اي حاجة عايزة تحطيها على وش الفطير حطيها. شايفين الفطيرة مش مالية بيها الصينية. اهم حاجة بقى نسوي الفطير تسوية صح. ازاي نسويه تسوية صح؟ تدخليه على فرن يكون حامي مسبقا، ويكون درجة الحرارة تكون عالية. لو هديت الفرن على الفطير الفرن هيبت معاكي في الفرن وهينشف. خلاص كده لازم تكون درجة حرارة الفرن تكون عالية. ولو عندك الفرن بيشتغل من تحت ومن فوق هتشغلي الشواية مع الفرن من تحت. لو عندك الفرن بيشتغل من عين واحدة من تحت بس، بعد ما يستوي وياخد لون من تحت هتروحي مولعة الشواية ياخد لون من فوق. اهم حاجة ما تدخلوهوش على نار تكون هادية، يكون درجة حرارة الفرن تكون عالية علشان الفطير ما ينشفش منك. خلاص دي نقطة مهمة اول تسوية الفطير. لو الفطير قاعد معاك وقت كبير في الفرن ده بيخليه ينشف. خلاص. شايفين الفطير ما شاء الله تحفة، طري ومورق وطعمه بقى جميل. يتاكل بقى جنب حتة جبنة وشوية عسل، والله احلى اكلة هتاكليها. جربيه بالطريقة دي كده والمتأكدة ان هو يعجبك، وعمرك ما تفكري تشتريه من بره تاني. بشوية دقيق وشوية سمنة او زبدة عندنا هنعمله، مش هياخد منا وقت ولا مجهود. شايفين بجد حلو قوي، وممكن تقدري كمان تعينيه في الفريزر وتطلعيه وقت ما انت عاوز. بجد الفطير شكله يفتح النفس ويتاكل كده من غير اي حاجة، ما شاء الله تحفة.